السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة مقدمة من إمباير كارير دكتور سهر هشام، ومحاضرة عن موديول نمبر 4، واحدة من الموديولز اللي أنا بقدمها عن البراكتيكال كيسز فور انفكشن ديزيزز. بحاول في الموديول ده إن أنا أعرض حضرتك ل approximate 100 كيس 100 infectious cases، علشان كفيزيشن او كفارماسيست واحد مسؤول على ان هو يعمل كنترولنج للانفكشس ديزيزز ويهندل البيشنتس من برسبكتيف الانفكشس. هعرض لحضراتكم الكيس نمبر 1 دي، هتبقى فور فري باذن الله، علشان خاطر تبقوا فاهمين الدور بتاع الانفكشس ديزيز سبيشالست، او ان انت تبقى مسؤول عن جزئيه الانفكشس ديزيزز. هتعمل ايه مع البيشنتس، ايه الرول بتاعك. هنمشي مع بعض جزئيه جزئيه في واحده من الانفكشنز المتكرره، هي البروستاتيك جوينت انفكشن. وانه ده واحده من الحاجات اللي انت لازم تتقنها علشان تقدر تطبق ستيوردشيب. انت لو ما اتقنتش التعامل مع العيانين مش هتقدر تطبق ستيوردشيب. ناس كتير جدا بتعمل لي هاندلنج او بتقول لي ازاي اقدر اطبق ستيوردشيب، ما بيكونش عندهم بيس قويه للتعامل مع البيشنتس، فبالتالي مش هيقدروا يطبقوا الستيوردشيب مظبوط. فده واحده من الحاجات المهمه اللي لازم تقدر ان انت تبقى متقن. نقول بسم الله، نبتدي أول كيس. أوكي، أول كيس ده 49 سنة، ميل بيشنت، وزنه 78 كيلو، طوله 165 سنتي. هو دايابيتك على انسولين ماكستورد 40 وحدة الصبح و15 وحدة بالليل. هايبرتنسيف، ليزينوبريل 5 مللي جرام، وكرونيك كيدني ديزيز او سي كي دي بيشنت على بيزل لاين 1. اوكي، دي ديموجرافيكس بتاعت البيشنت. واي عيان جاي لك لو انت هتشتغل الجزء الانفكشن بتاعه فانت لازم تاخد الديموجرافيكس بتاعته كلها، لانه ممكن واحده من الديموجرافيكس دي هتاثر لك على التشويس بتاع الانتي مايكروبيال اللي انت هتستخدمه. العيان ده كمان عنده او سي دي، اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، ماشي كرونيكلي على الستالوبرام 10 مللي جرام، و undergoing total knee replacement. total knee replacement من شهرين. total knee replacement عمل تغيير لمفصل الركبه. now presented with pain at the site of operation، حاسس بوجع بعد شهرين من تغيير المفصل، وخارج purulent discharge من السايت of infection او من السايت بتاع الاوبريشن. طبعا دي البيرلين ديسشارج او الديسشارج اللي خارج ده برضو حاجه غريبه تخلينا دايما نبقى زي بعد شهرين في بيورلين ديسشارج. غالبا الشخص ده ممكن يكون سكراته مش متظبطه، وما ان هو دايابيتك فاكيد الهيلينج بتاع الوند بتاعه هيكون بتاخر شويه او هياخد وقت. العيان ده دخل المستشفى. الميديكيشن ريكونسيليشن، يعني لما العيانين بيدخلوا المفروض نسالهم على الميديكيشن هيستوري بتاعهم. كان واخد سيفتراكزون لمده 10 ايام في اخر هوسبيتال ستي لما كان في المستشفى، وخرج على ليفوفلوكساسين على تبانك كمان 7 ايام بعد الديستورج، يعني مشي تقريبا 17 يوم على انتي بايوتكس. اوكي، ومع ذلك زي ما انتم شايفين مشي على انتي بايوتكس 17 يوم، ومع ذلك ده ما عملوش بريفنشن ان هو يأكواير ريزيستنس. احتمال يكون عنده ريزيستنس او ان هو كمان يأكواير انفكشن. الفيتال ساينس بتاعته اون ادميشن، درجه حرارته 37 و7، البلاد بريشر بتاعه 150 على 80 ليتل بيت هاي، الاكسجين ساتوريشن بتاعه 95%، الهارت ريت بتاعه 100، والريسبيراتوري ريت 20، والراندوم بلاد جلوكوز بتاعه 320. طبعا احنا اول خطوه بعد الديموجرافيكس وبناخد هيستوري، فاست ميديكال هيستوري، بناخد ميديكيشن هيستوري. الميديكيشن هيستوري دي ممكن تبقى انتي بايوتكس، ممكن تبقى كرونيك ميديكيشنز العين ماشي عليها. لازم ابص على الفيتال ساينز، ودي تبقى المرحله الثانيه. الفيتال ساينز زي ما انتم شايفين لازم ابقى شايف ايه هو الابنورمال وايه النورمال. واضح ان العين عنده لو جريد فيفر، البلاد بريشر بتاعه ليتل بيت هاي، الساتوريشن بتاعه كويس، هارت ريت اهو تاكيكارديك ويعتبر تاكيبنيك. تمام، والتاكيبنيك والتاكيكارديك مش ماشي مع الساتوريشن. عاده لما بيكون العيان عنده مشكله هايبوكسيا في نتيجه مثلا مشكله تشست او حاجه او انفكشن في التشست، ده المفروض يسمع لي في التاكيبنيا اللي عنده. لكن واضح ان هو كده التاكيبنيا عنده دي عندها كاست تاني غير ان هو مش سببها التشست.
راند بلاد جلوكوز بتاعه 320، وده يعتبر عالي مش كنترول. عمل سي تي على المفصل. ففي ساينس تراكت communicating with the joint. يعني ايه ساينس تراكت؟ زي وصله كده او فستلم بتبقى ما بين الجوينت وما بين السطح بتاع السكن. وده واحده من الحاجات اللي بتقول لنا ان في انفكشن زي ما هنشوف كمان كام سلايد. اللاب ريزلتس بتاعته السي ار بي 120 عالي، التي ال سي بتاعته 8 نورمال، الصوديوم 135، بوتاسيوم 4 و4، وسيرم كريات 1.5. الدايجنوزس was suspected PGI او prosthetic joint infection، وداخل for surgical intervention، واحتمال يدخل الاي سي يو بعد العمليه. الميديكيشنز اللي كتبت له من جراحه العظام كيتولاك ده نون ستيرويدز، امبوله 1 في 2، سيفترايكزون 1 في 1 ده انتيبيوتيك، وانسولين سلايدنج سكيل يعني انسولين حسب الجدول، يعني بيقيسوا له مثلا 3 4 مرات في اليوم، ولما بيلاقوه اعلى من 200 بيدوا له وحدات according للسكادول. وإكليكسان 40 1 في 1 كدي في تي بروفلاكسس. طيب احنا قدامنا كيس. احنا طبعا هنحاول ان احنا بس نبص على جزء الانفكشن، نبص على حاجات بسيطه كده كمان معاها، بما ان طبعا احنا كلينيكال فارماسيست، ولكن انا هركز على جزء الانفكشن. اول حاجه لو دي كيس كده قدامك انت هتبقى مستغرب او محتار هو ده انفكشن ولا مش انفكشن. التمبريتشر 37 و7، لكن التوتال ليكوسيتيك كاونت 8. العين واضح ان هو عنده انفلاميشن او عنده سي ار بي 120. العين عنده ساينس تراكت، ودي واحده من الحاجات اللي بتقول لنا انه ممكن يبقى فيه بروستاتيك جوينت انفكشن. العين عنده ديسشارج من الوند ودرجه، وعنده تاكيكارديا، وعنده تاكيبنيا، والراند بلاد جلوكوز عالي. ففي عنده بعض الحاجات اللي تقول ان في انفكشن، وفي بعض الحاجات ما تقولش ان في انفكشن. فبالتالي لازم يكون في عندي فيصل يقول لي او كرايتيريا توضح لي العيان ده انفكتد ولا لا. اول حاجه لازم نتعلمها ان احنا ما بنعتمدش يا جماعه على التوتال ليكوسيتيك كاونت، او بنتعامل بالتمبريتشر، لان في حاجات كتير جدا ممكن غير الانفكشن تعلي لي التمبريتشر، وفي حاجات كتير ممكن تلعب لي في التوتال ليكوسيتيك كاونت غير الانفكشن. اوكي. طيب طبعا احنا بما ان احنا مش ما بنشرحش الديزيزز، بس حابه ان انا ارجع للبيزك، اشرح بس شويه حاجات كده على البروستاتيك جوينت انفكشن للاشخاص اللي مش عارفين يعني ايه بروستاتيك جوينت انفكشن، او اللي عارف بس محتاج يراجع، او نوع من انواع الريفرشمنت. يعني ايه بروستاتيك جوينت انفكشن؟ انفكشن طبعا دي عدوى. بروستاتيك جوينت يعني عدوى في مفصل اصطناعي. يعني معنى كده ان الشخص ده مركب حاجه صناعيه، مفصل صناعي، او مركب بليت او سكروز، شرايح مسامير اي حاجه، وعملت انفكشن. اوكي. دي كده معناها او دي اسمها عدوى من المفصل الاصطناعي او عدوى مفصل اصطناعي. تمام. العيان بتاعي مركب توتال ني ريبليسمنت او عامل مغير مفصل للركبه، وهو ده اللي اكسبكتد انه يبقى انفكتد، فهو كده يبقى عنده احتمال يبقى عنده بروستاتيك جوينت انفكشن. البروستاتيك جوينت انفكشن ممكن تبقى ايرلي بعد العمليه، اللي هي في اول 3 شهور من العمليه، او ممكن تبقى ديليد يعني من 3 ل 12 شهر بعد العمليه، وممكن تبقى ليت بعد 12 شهر. طب ليه بيفرق معايا ان انا اعمل لهم كاتيجورايزيشن او اصنفهم؟ علشان البرزنتيشن، الشخص اللي هيجي لي بالايرلي انفكشن غير الديليد غير الليد. دي حاجة. تاني حاجة العيان، الهندلة بتاعت العيان، او ان انا احاول ان انا اظبط الانفكشن او اعالج الانفكشن. المانوفرنج بتاعي هيختلف اذا كان العيان عندي عنده ايرلي ولا ليت ولا ديلي. طيب الايرلي اونست انفكشن، الايرلي اونست انفكشنز دايما العيان بيجوا باكيوت سيمبتومز، بين جوينت بين عنيف قوي، ارزيما، ورمز انديوريشن، واديما، ودايهيسنز والوند درينج. يعني الجرح مش بيقفل، والجرح واضح ان هو انفكتد، وبيجيب بيورلنت ديسشارج كتير، وافيوجن، وفيفر. اكيوت سيمبتومز. الديليد دايما الديليد بيبقى فيه الجوينت بين بتبقى بريزيستنت، بتبقى الجوينت مكان ما حصل له ريبليسمنت مش لائم كويس مع بقيه العظم، ففي لوسننج كده في الامبلانت. الفيفر ممكن تبقى موجوده في نص الكيسز، بس مش دايما بيبقى فيه فيفر، وبيبقى فيه ساينس تراكت، ولو موجود بيبقى في انترميتنت درينج، او من وقت للتاني كده الجرح بيقوس شويه. تمام. بس مش هيبقى فول درينج زي ما موجود في الايرلي.
الليت ما بيكونش فيه بقى اي حاجه خالص ليها علاقه بالجوينت. غالبا الشخص ده بيكون الجوينت بتاعه كان كويس وكان هيلد والدنيا تمام، وبعد فتره ممكن بعد سنه ده طبعا جسم غريب، فاي بكتيريا في الدم، اي بكتيريميا حصلت ممكن تروح وتعمل انفكشن للجوينت ده. فبعد ما كان الدنيا تمام وويل فانكشننج ابتدى يحصل له اكيوت سيمبتومز انه في بين، في اريثيما في الجوينت، فده كده يبقى ليت اونست انفكشن. طب المانجمنت دايما بيكون يا اما سيرجيكال انترفنشن يا اما انتي مايكروبيال. سيرجيكال انترفنشن يعني ايه؟ سيرجيكال انترفنشن يعني انا لازم ادخل اتعامل مع البيشنت جراحيا، والتعامل الجراحي بيكون بكذا طريقه. ممكن يكون بطريقه ديبرايدمنت اند ريتنشن، يعني ايه البروثيسز او المكان او الجوينت اللي فيه مشكله ده انا بسيبه مكانه وبس بنظف حواليه، وده بيكون الخيار الامثل لو العمليه لسه جديده في خلال 30 يوم والعيان لسه الجوينت ما حصلوش توتالي انفكشن، فبنظف كده حواليه وادي انتيبيوتكس وبمونيتور البيشنت. ريسكشن ارثوبلاستي وذ ري امبلمنتيشن، يعني الشخص ده بيعمل اكستراكشن ريسكشن، يعني بيعمل ريموفر للجوينت اللي فيه مشكله ده، وبيرجع تاني يعمل ري امبلمنتيشن او يرجع يحط تاني جوينت نظيف، اوكي، اللي هو مش انفكتد. العمليه دي اما بتتعمل على مرحله اما مرحلتين، يعني اما بيدخلوا عمليه ويشيل الجوينت ده خالص تمام وينظف، وبعد كده يحط حاجه اسمها سبيسر جوينت سبيسر، يعني زي حاجه كده بديله للجوينت. تمام، الجوينت الصناعي بتدي فرصه انه الدنيا تبقى تنضف والمكان يبقى ما يبقاش فيه انفكشن، وبعد كده ندي انتيبيوتكس، وبعد 4 6 اسابيع ارجع اعمل زرع تاني او ريبليسمنت بنيو بروثيسز. الوان ستيج اكسشينج من اسمها وان ستيج لانها في نفس العمليه بنظف واشيل الجوينت الملوث ده وانضف حواليه واعمل ديبرايدمنت وكل حاجه، وبعد كده في نفس العمليه بركب النيو بروثيسز. طبعا موستلي العيانين بيدخلوا يعملوا تو ستيج اكسشينج، لان وان ستيج اكسشينج بتبقى فيها خطوره كبيره انه ممكن العيان او الجوينت النظيف ده يرجع يبقى ري انفكتد لو ما حصلش كومبليت ديبرايدمنت للسوفت تيشو والبون من الانفكشن. بيرمنت ريسكشن يعني خلاص بيعمل ريموفال للجوينت ده وبيسيب العيان من غير ما يعملوا ري امبلانتيشن، وده بيبقى غالبا للعيانين اللي خلاص دخلوا كذا مره في جوينت بروثيتك جوينت انفكشن، فخلاص ما بيبقوش كانديديت ان هم يتركب لهم جوينت صناعي وبيتعمل لهم بيرمنت ريسكشن وخلاص. امبيوتيشن ده لاست لاين ان هو بقى يعمل ايه بتر للجزء اللي فيه الايه الانفكشن. طيب زي ما قلنا ان المانجمنت بيبقى مسؤول، بيبقى متكون من حاجتين، من سيرجري واحده من السيرجريز اللي انا لسه شرحاها، او انتي مايكروبيال. الانتي مايكروبيال هنا بقى مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين مين اللي المفروض ياخد انتي مايكروبيال. اولا الانتي مايكروبيال بيتاخد على حسب التايب بتاع السيرجري وكمان على حسب الاورجانيزم اللي طالع لي. فانا ما بديش انتي بايوتيك وخلاص، زي ما احنا هنشوف ان الانتي بايوتكس بتتاخد لفتره طويله جدا مصر يعني في معظم العمليات، فبالتالي لازم ابقى متارجت اورجانيزم معين بالكالتشر، وكمان لازم اكون بناء على نوع العمليه وعملت ديبرايدمنت لمده قد ايه، 1 ستيج ولا 2 ستيج ولا ديبرايدمنت اند ريتنشن امبيوتيشن. نوع السيرجري كمان هيحدد لي التايب بتاع الانتي مايكروبيال اللي انا هستخدمه. يبقى الانتي بايوتيك اللي انا هستخدمه بيبقى معتمد على السيرجري عشان كده انا عملت اوفر فيو عنها، وعلى الاورجنز. اوكي طيب وكمان الديوريشن بتاعت الانتي مايكروبيال برضه معتمده على الاورجانيزم ومعتمده على السيرجري. التايب بتاع الانتي بايوتيك والديوريشن بتاعها معتمده على ايه نوع العمليه والاورجانيزم اللي موجود عندي او عامل لي انفكشن. في بعض الناس وده قليلين جدا ما بيعملهمش سيرجري خالص وبعتمد بس على استخدام الانتي مايكروبيال، والصراحه الاشخاص دول بيستخدموا الاول بارنترال انتي بايوتكس وبعد كده بيقعدوا يمكن لونج لايف يستخدموا كرونيك انتي بايوتيك سبريشن ثيرابي، وده خيار مش امثل خالص لان انا كده بعمل بيردن عنيف واستخدم انتي مايكروبيال فترات طويله جدا، فبزود ريسك فور انفكشن، والعيان ده بيبقى طول الوقت عنده الانفكشن ما بيبقاش الانفكشن ما بيروحش، مجرد ان انا بعمل بس سبريشن للمايكرو اورجانيزم.
فبالتالي دايما انا بعتمد على في 99.9 و99% بعتمد على الاثنين، السيرجري والانتي مايكروبيال ثيرابي. المونيتورنج بتاع التريتمنت، انا بعمل مونيتورنج لحاجتين. اول حاجه انا بعمل مونيتورنج للعيان بيتحسن ولا لا، وده عن طريق الساين والسيمتومز بتاعت العيان زائد السيرم انفلاماتوري ماركرز. بيقول لي اذا كان العيان بيتحسن وفي كلينيكال فيلير ولا كلينيكال امبروفمنت. وكمان بما ان انا بستخدم الانتي بايكروبيالز فتره طويله، ممكن توصل لحد 3 شهور و6 اسابيع، فالانتي بايكروبيالز الفتره الطويله دي لازم اتاكد كويس جدا ان العيان ما حصلوش سايد افكت نتيجه استخدام الانتي بايكروبيال. فالمونيتورنج لازم اركز على الجزئيتين دول. صراحه الجزئيتين دول كتير من الفارماسيست ومن الاي دي ومن الانفكشن دي سبيشالست فيزيشن او فارماسيست بيجهلوا الجزئيه دي، وبيجهلوا كمان جزئيه الديوريشن، فالعيان ما بيتحسنش او بيحصل ري انفكشن. طيب نفس الكيس رجعنا لها تاني. العيان اتعمل له فول لاب، وبعد ما دخل الجراح عمل له كونسلتيشن للانستيزيا، اللي هو الدكتور المفروض ان هو هي دكتور التخدير، وده المفروض ان هو الدكتور المسؤول انه يعمل تشيك اب على البيشنت ويحدد يعني يابروف ان هو العيان ده هيدخل العمليه، ويحدد له نوع الانستيزيا، وكمان بيطلب له فول لابس عشان يبتدي يطمن عليه، وبيتحدد ميعاد العمليه. ميعاد العمليه يتحدد بعد 5 ايام. طيب فتره ال5 ايام من اول ما العيان دخل لحد ال5 ايام العيان مش على سيفترايكزون. طيب هل ده انديكيتد ولا لا؟ لو جيت بصيت من بره من غير ما يكون عندك انفكشوس ديزيزز باك جراوند تقول لا عادي، ما كده كده العيان ده انفكتد فيمشي على سيفترايكزون، ايه المشكله؟ لكن الصراحه ان احنا هنشوف بقى هو العيان ده فعلا المفروض يمشي على انتيبيوتيك الفتره اللي ما قبل العمليه ولا لا. قبل ما اخد قرار واشوف الجايد لاينز وكل الحاجات دي لازم الاول اتاكد ان العيان عنده بروستاتيك جوينت انفكشن ولا لا. والموضوع ده مهم جدا لانه في جزء كبير من العيانين بيدخلوا في ريزيستنس وبيبقوا ميس يوز وبيستخدموا انتيبيوتكس كتيره بسبب بس ان هم ما اتعملش الفول انفستيجيشن ان احنا نتاكد ان العيان ده فعلا عنده نوع ده من انفكشن ولا لا. طيب هل في جايد لاينز او في حاجه اقدر امشي عليها علشان اتاكد ان العيان ده عنده الانفكشن بروستاتيك جوينت انفكشن او نمونيا او ايا كان نوع الانفكشن؟ يس، في كرايتيريا اسمها NHSN كرايتيريا، ودي نتورك اسمها ناشونال هيلث كير سيفتي نتورك، ودي بتبقى نتورك مسؤوله عن ان هي مع السي دي سي تنزل الجايد لاينز او التشيك ليست ده عشان توضح لنا هل فعلا العيانين المفروض ان هم يتعالجوا من الانفكشن ده ولا لا. طيب التشيك ليست دي بتتجدد ممكن يكون سنويا، فدي اخر ابديت 2023 للبون والجوينت انفكشن، الناس اللي عندها بيري بروثيتك جوينت انفكشن including الهيب ريبليسمنت والني ريبليسمنت سيرجري. تمام. المفروض ان احنا نتاكد انه الاليمنتس دي فولفيلد عشان نتاكد ان العيان ده عنده بروستاتيك جوينت انفكشن. هو قال لك اي حد بيبقى شاكك ان هو عنده انفكشن في البروثيسز لازم يميت اتليست one of the following criteria. طب فين الفولوينج كرايتيريا؟ 1 او 2 او 3، يعني اتليست عنده 1 او 2 او 3. 1 يعني العيان ده مسحوب له كلتشرز واتليست 2 بوزيتيف بلاد كلتشر، او انا اسفه 2 بوزيتيف بيري بروثيتك سبيسمن مطلعه نفس الاورجانيزم اللي عندي. اوكي، يبقى ده معناه انه ما دام في 2 هيطلعوا لي نفس الاورجانيزم يبقى احنا معنى كده ان احنا ممكن نسحب اكتر من 2. وده الحقيقي ان احنا المفروض في البروستاتيك جوينت انفكشن ما بنسحبش اقل من 3 كلتشرز للعيان ده في جوه العمليه. لو انا داخل العمليه ايا كان نوع العمليه اللي انا هعملها المفروض ان انا بسحب على الاقل 3 كلتشرز. تمام. علشان اقول عيان عنده بروستاتيك جوينت انفكشن يكون طالع له 2 كلتشر من الكلتشرز اللي انا كنت سحباهم يكونوا من نفس المايكرو اورجانيزم، يا اما باخد تيشو يا اما لو في بيورولنس باخد من البيورولنس او البص اللي ايه خارج من الجرح. طيب او في ساينس تراكت كوميونيكيتد وذ ذا جوينت، وده بيكون بيبان بقى بالسي تي وبيبان بالاكزامينيشن. فالعيان مثلا بتاعنا عنده ساينس تراكت كوميونيكيتد وذ ذا جوينت، فبالتالي هو فيتنج الكرايتيريا بتاعت البروستاتيك جوينت انفكشن.
طيب يا اما ولا بقى هنعتمد على الكالتشر ولا هنعتمد على الساينس تراكت بريزنس، هنعتمد على الماينر كرايتيريا. ايه الماينر كرايتيريا؟ elevated serum سي رياكتيف بروتين سي ار بي اكتر من 100 اند وان معموله بالبولد عشان ما ينفعش اعتمد على السي ار بي بس، الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت اكتر من 30. طيب هل لو احنا رجعنا للكيس دي هل العيان عنده الكرايتيريا دي؟ للاسف لا. ليه؟ لان احنا سحبنا سي ار بي بس وطالع 120 بس، الاي اس ار بتاعي انا مش عارفه. فلو انا عندي السي ار بي عالي ممكن اطلب ان انا يتعمل لي اي اس ار علشان ابتدي اشوف اذا كان التو كرايتيريا مبينين ان في انفكشن ولا لا. هتلاحظوا ان هو هنا اعتمد على السي ار بي وما اعتمدش على التي ال سي خالص. في انفكشنز ثانيه لا بيعتمد على التي ال سي. فالسي ار بي يا جماعه مش بنعتمد عليه في كل الانفكشنز، انا بعتمد عليه في انواع معينه ومن ضمنها البروستاتيك جوينت. التي ال سي انا زي ما انتم شايفين انا ما بعتمدش عليه خالص في تشخيص البروستاتيك جوينت انفكشن، لكن بعتمد على الساينوفيال فلويد وايت بلود سيلز. ودي حاجه تانية، ان انا لما ممكن العيان وهو داخل العياده الدكتور يقرر ان هو يسحب له الفلويد بتاع الساينوفيال اوكي في العياده من غير ما يعمل لسه العمليه، ويعمل له اناليسيز لو لقينا الوايت بلود سيلز في اكتر من 10,000 او في 2 بوزيتيف. ساعات ما بيبقاش مدي رقم، بيدي بس جاست بلس او 2 بلس او 3 بلس، فهو لو في 2 بلس او في ليكوسايت استريز تيست بوزيتيف ده معناه ان في ليكوسايتس كتيره، وده معناه انه المكان ده المفروض اصلا ما يبقاش فيه وايت بلود سيلز عاليه. فكون انها تبقى اكتر من 10,000 ده معناه ان في كده احتمال يبقى فيه انفكشن. طيب وليه ده من ماينر كرايتيريا؟ لانه لو في اي حاجه اي انفلاميشن في الجوينت ممكن يعمل لي انكريس في الساينوفيال فلويد. يعني مثلا لو في العيان مثلا عنده جاوت او عنده اي حاجه معليه اليوريت ممكن تعلي لي ساينوفيال فلويد. لو العيان كان عنده تروما اتخبط خبطه شديده في ركبته ممكن يعلي لي ساينوفيال فلويد وايت بلود سيلز. فهو قال ان دي تعتبر واحده من الثلاثه كرايتيريا اللي بعتمد عليها في تشخيص البروستاتيك جوينت انفكشن. في elevated synovial fluid polymorph nuclear neutrophil percentage. واحنا عارفين ان الوايت بلاد سيلز دول كرات الدم البيضاء على بعض. كرات الدم البيضاء فيهم انواع كتيره جدا من السب تايبس، او في انواع اللي بتكون الوايت بلاد سيلز، من ضمن الانواع النيوتروفيلز. النيوتروفيلز تقريبا بتكون نورمالي 70% من الوايت بلاد سيلز. فلو انا ما قستش الوايت بلاد سيلز، مجرد ان انا قست النيوتروفيلز ولقيتها اكتر من 90% من نسبة الوايت بلاد سيلز، ده انديكيتور ان انا كده احتمال كبير عندي انفكشن. طيب positive histological analysis of periprostatic tissue اكتر من 5 neutrophils per high power field. تمام، او انه يبقى عندي اورجانيزم من الكالتشرز اللي كنت سحباها only single positive culture هي اللي ايه اللي موجوده. لو انا عندي 3 من الماينر كرايتيريز دول يبقى ده معناه ان انا كده ممكن يكون عندي بروستاتيك جوينت انفكشن. يبقى خدوا بالكم ميت اتليست 1، يا اما 1 يا اما 2 يا اما الكرايتيريا نمبر 3 و3 عشان تبقى معايا لازم يكون 3 من الخمسه معايا موجودين. اوكي. بعد ما بنحدد اذا كان العيان فعلا انفكتد ولا لا عن طريق السكيم بتاع الان اتش اس ان، لو رجعنا تاني للبيشنتس اللي عندنا هنلاقي ان البيشنتس عنده ساينس تراكت، وبالتالي هو ميت اتليست one of these criteria. بالنسبه للماينر كرايتيريا هو بس السي ار بي اللي عالي، الاي اس ار ما اتعملش، مش معمول ساينوفيال فلويد وايت بلاد سيلز، ومش معمول ساينوفيال فلويد بوليمورف نيوتروفيل برسنتج، مش معمول ساينوفيال فلويد اناليسيس اصلا. بعد ما بنتاكد اذا كان العيان انفكتد ولا لا لازم نريمبر السكيم اللي احنا هنمشي بيها علشان نتاكد انه احنا وصلنا ل appropriate regimen regards الانتيبيوتيك. هنريمبر دي مانوميريك اسمها مايند مي. مايند مي ده كل letter منهم stands for
اكشن او انترفنشن او حاجه تخص الانتي مايكروبيالز المفروض نمشي عليها عشان نتاكد انه الانتي مايكروبيالز مكتوبه بطريقه مظبوطه وسليمه من غير اي انتيبيوتيك مسيوز. الصراحه انا عملت لهم ري ارينجمنت اكوردنج للسكيما اللي انا كنت نزلتها قبل كده لحضراتكم، واكوردنج لسكيما اللوجيك اللي انت المفروض تمشي عليها. فقلنا اول واحد الاي اللي هو indication should be evidence based. لازم ابقى فاهم كويس قوي الانتيبيوتيك اللي انا ماشيه عليه ايه الانديكيشن بتاعه، هل هو targeted ولا definitive ولا prophylaxis. يعني هل هو وقائي عيان ما عندوش اي انفكشن، ولا امبارك العيان عنده انفكشن مش هيقدر يستنى لما الكالتشر تطلع فهدي امبارك ريجيم اكوردنج للسسبكتد مايكرو اورجانيزم او اكوردنج للمايكرو اورجانيزم اللي انا شايف انها ممكن تكون عامله لي انفكشن، ولا انا تارجتد depending على culture او تارجتد on culture. خلاص دي الانديكيشنز اللي المفروض اكون ماشي عليها. طيب لو مسكنا الانديكيشن الثالث اللي هو الديفينيتيف هي on culture، هل انا عندي culture او عندي microbiology guides therapy whenever possible، هل انا عندي culture المفروض تجايد مي للثيرابي ولا لا. وخدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، الميكروبيولوجي جايد ده او الكالتشر اللي بتطلع مش لازم تكون الكالتشر اللي طالعه وقتي للعيان يعني عنده انفكشنز حاطط له كالتشر ودي الكالتشر اللي طالعه. ده المفهوم النارو اللي احنا بنبص ليه لما بنيجي نعمل انتربريتيشن للكالتشر. لكن لو انا بدي امباريك ثيرابي لعيان مثلا عنده نمونيا، والعين ده كان اوريدي عندي قبل كده وجاله نمونيا، فانا لازم وانا بحط الامباريك ثيرابي كمان هاخد في اعتباري البريفيوس كولونايزيشن اللي كانت موجوده. اوكي، طبعا ده هنتدرب عليه في من خلال الكيسز اللي احنا ايه هنشتغلها مع بعض. اوكي طيب نمبر 3 النارو سبيكتروم از ريكوايرد. لو انا جايدد بكالتشر لازم اختار اكتر انتيبيوتيك نارو سبيكتروم. زي ما احنا عارفين كل ما هنمشي على الانتيبيوتيك برود فتره طويله هنزود نسب ريزيستنس، فاحنا عايزين نمشي على اكتر حاجه نارو تمام علشان نقلل من السلكتيف بريشر. طب نمبر 4 بعد ما اتاكدنا من الانديكيشن مشينا على الكالتشر او كنا جايدد بالكالتشر بتاعه البيشنت واستخدمنا النارو سبيكتروم، يبقى كده احنا اخترنا الانتيبيوتيك او الانتي مايكروبيال. في معظم الاحيان لازم نتاكد ان احنا ماشيين على مونوثيرابي مش اكتر من انتيبيوتيك، وده ينافي او يعاكس نفس فكره ان احنا نمشي دايما على دبل. احنا بنمشي على الدبل لو العيان عنده ام دي ار ريسك فاكتور، يعني لو العيان عنده ريسك فاكتور فور مالتي دراج ريزيستنس ساعتها بنضطر نمشي على دبل. اوكي ولكن يعني بالذات لو كان الانفكشن اللي عندي نمو مثلا سودومونس بضطر امشي على الدبل. لكن انا في معظم الاحيان انا المفروض امشي على مونوثيرابي ما امشيش على اكتر من كده. طبعا الكلام ده المفروض ان هو بيتطبق على الانفكشنز البكتيريا، لكن بنتكلم في حاجات تانية اتش اي في وكده احنا كده بنمشي على كومباينيشن. اوكي نمبر 5 dosage appropriate to the site and the type of infection. خلاص اخترنا الدواء، اتاكدنا انه مونو، اتاكدنا انه according للمايكرو لاب، اخترنا اكتر حاجه نارو سبيكترم. خلاص نبتدي بقى نختار الدوزنج ريجيمن. طب الدوزنج ريجيمن ده عباره عن 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات اللي هما في الدوزنج ريجيمن؟ واحد الدوز نفسها، الدوز مهمه جدا. اتنين الراوت اللي انا بديه، هل هدي اورال ولا اي في. اوكي 3 الفريكونسي. فدول اسمهم دوزنج ريجيمن. خلاص طيب اخترنا الدوزنج ريجيمن واخترناه appropriate للسايت والتايب اوف انفكشن. يبقى بعد كده نمبر 6 لازم امينيمايز الديوريشن اوف ثيرابي. مش الشطاره ان انا اعلي من الديوريشن، الشطاره ان انا امينيمايز الديوريشن. ايه ده عكس كل اللي انت بتقوليه، او عكس احنا لازم نكمل الديوريشن علشان خاطر العيان ما يحصلوش ريزيستنس. يس انت لازم تمشي على الديوريشن اللي المفروض ان انت متحدده لك بناء على الانفكشن اللي عندك، ولكن ما تكترش عنها. يعني مثلا لو انت بتتكلم ان انا المفروض ان انا اعالج من 7 ل 10 ايام، اختار 7 ولا اختار 10 ايام؟ الديفولت بتاعي ان انا اختار ال7 ايام، هطول لل10 لو العيان الكلينيكال ريسبونس بتاعه وحش. طيب هل الكلينيكال ريسبونس ده حاجه هوائيه؟ انا مزاجي النهارده يكون الكلينيكال ريسبونس بتاع البيشنت وحش، العيان شكله كده مش سبسز؟ لا طبعا كل حاجه بيبقى ليها الكرايتيريا بتاعتها. زي ما هنشوف دلوقتي الكلينيكال ريسبونس للبي جي اي هنتعلمه مع بعض دلوقتي. كل انفكشن وليه الكلينيكال ريسبونس بتاعه. بس في حاجه عندنا برود زي البروكال من الحاجات اللي ممكن تديك انديكيشن
طبعا مع السيمتومز بتاعت البيشنت، هل البيشنت خلاص كده انف ان انا اكمل على الانتيبيوتيك ولا لا. وحته الديوريشن دي مهمه جدا، لان كل ما هتمشي على ديوريشن اكتر معناه ريزيستنس اكتر. يبقى انا دلوقتي المايند مي مهمه جدا، ان انا عايزاكم دايما وانتوا بتفكروا الانتيبيوتيك ده هتعملوا فيه ايه، لازم تفكروا في الست ايتمز دول. اوكي. الانديكيشن بتاعه مهم جدا. طيب هل انا جايدد ب كلتشر ولا لا؟ 3 هستخدم النارس سبيكترم. 4 هانشور مونوثيرابي. بعد كده هتكلم على الدوز، بعد كده او الدوز ريجيمنت، بعد كده هتكلم او همينيمايز الديوريشن اوف ثيرابي. اوكي. هنرجع بقى للكيس بتاعتنا. اوكي. هل السيفترايكزون، احنا اخدنا اول خطوه ان العيان ده فعلا عنده بروستاتيك جوينت انفكشن او موست بروبلي. طب العيان اللي اخد سيفترايكزون ده خد سيفترايكزون في قبل ما، من اول ما دخل المستشفى لحد العمليه تقريبا هيمشي عليه 5 ايام. هل ده انديكيتد ولا مش انديكيتد؟ طيب انديكيتد ولا مش انديكيتد، لازم ارجع للجايد لاينز. طب ايه الجايد لاينز اللي مسؤوله عن الموضوع ده او تناولت موضوع البروستاتيك جوينت انفكشن؟ الامريكان اكاديمي فور اورثوبيديك سيرجنز نزلت جايد لاينز للدايجنوسيس والبريفنشن للبيري بروثيتيك جوينت انفكشن. والجايد لاينز دي كانت الابديتس بتاعتها 2019، فهو دي اجدد حاجه نزلت فيها. قالت ايه بقى؟ قالت avoiding initiating antimicrobial prior to obtaining intra-articular culture in the patient suspected of having PGI. يعني ايه برضو؟ يعني قالت ان انا مش avoiding، يعني ما تاخدش اي انتي مايكروبيال قبل ما تسحب الانترا ارتيكولار كلتشر في البيشنت سسبكتنج تو هافينج بي جي اي. ما تفكرش ان تمشي العيان على مضاد حيوي قبل ما تسحب له الكالتشر. ليه؟ لانه العيانين كده كده بيبقى لو مشيتهم على انتيبيوتيك فرصه ان يطلعوا كالتشر نيجاتيف كبيره جدا. لو طلعت كالتشر نيجاتيف بتبقى مشكله. ليه؟ لان انا بمشي على انتيبيوتيك فتره طويله، انا عايزه ابقى جايدد بالمايكرو اورجانيزم وعايزه اعرفه. لو مشيت على الانتيبيوتيك هعمل انهبيشن للجروث بتاع الانتيبيوتيك، وبالتالي الكالتشر هتديني نيجاتيف. فالراشونال بتاعهم انه العيانين مفروض ان هم ما يمشوش على انتيبيوتيك طالما ان هم stable patients. Antibiotic administration prior to definitive diagnosis of or surgical intervention is unlikely to be associated with benefit. لو انت خايف على عيانك ان هو قبل العمليه وساعه الدايجنوزس بالبي جي اي ان هو الانفكشن يتطور اكتر من كده، ما تخافش طالما هو stable patient. Thus, administration of oral or IV antibiotic to patients suspected diagnosis with periprosthetic joint infection is discouraged until sample of cultures are obtained. ما تفكرش تمشي على اي انتي مايكروبيال لحد ما البيشنت بتاعك يتسحب له الكالتشر. اكسبشن، هل ده لكل العيانين؟ في اكسبشن وحيد، ممكن نبتدي انتيبيوتكس قبل ما نسحب الكالتشر. والاكسبشن زي ما انتم شايفين لو كان العيان عنده اسبتيك او بوتنشالي بكتيريميك بيشنت، عيان في سبسس او بكتيريميك بيشنتس، تمام. in whom appropriate culture، يعني لازم ساعتها اسحب بلاد وساينوفيال فلويد، مش بس هسحب كلتشر من الساينوفيال فلويد او من الفلويد اللي حوالين البروثيسس او حوالين الجوينت، لا كمان هسحب بلاد كلتشر لان انا شاكك ان العيان ممكن يكون عنده سبسس. والموضوع ده انا مش هستنى لما العيان بتاعي يسحب له الكالتشر، انا هدي الانتي مايكروبيال، هسحب بلاد كالتشر، وساعتها حتى لو طلعت الكالتشر نيجاتيف انا بنقذ حياه عيان من ان هو يحصل له بكتيريا. يبقى روتين يوز فور انتي مايكروبيال بيفور كالتشر او withdrawal of the culture recommended؟ لا مش recommended except لو العيان كان سبب. طبعا انا حاولت ان انا اعمل الريكومنديشن من الجايد لاينز علشان اساعدكم على ان انتوا تعرفوا تقروا الجايد لاينز، ودي واحده من الميشنز بتاعه الكورس. انه مش انا مش هعتمد على البورد، مش هعتمد انا هعتمد ان انا هجيب اصل المعلومه وهتعلم ازاي اقرا المعلومه. طيب does the patient have any signs of sepsis؟ طيب ما هو العيان بتاعي لو عنده sepsis يبقى انا ساعتها همشي على انتي مايكروبيال ولازم استارت امباريك انتيبيوتيك. طيب علشان اعرف العيان ده عنده sepsis ولا لا، وبناء عليه هريكومند ان العيان يفضل على انتيبيوتيك او يمشي على انتيبيوتيك قبل الكالتشر، لازم يكون عنده ساينز بتاعت السبسس.
علشان اقول ان العيان ده عنده signs of sepsis لازم يكون عنده infection source وده موجود اللي هو البروثيتك جوينت، بلس ان هو عنده organ failure، عنده organ failure. هل العيان بتاعي عنده organ failure؟ لا للاسف ما عندوش organ failure، هو مجرد عنده local infection عامل له acute inflammation، والعيان ما دخلش في sepsis. ليه؟ لانه لازم عشان يكون عنده sepsis لازم يكون في organ failure. طيب الاورجن فيلير ده هعرفه منين؟ العيان يدخل في alteration في المنتل ستيتس، العيان يدخل في AKI، liver failure، يدخل في hypoxia، يدخل في coagulopathy، في signs of the organ failure. الساينس بتاعت الاورجن فيلير دي اسمها ايه؟ اسمها سوفا سكور. يبقى السوفا سكور هي دي الريكومندد according للجايد لاينز بتاعه السبسس 2021 اللي بتقول لك ان اذا كان العيان عنده اورجن فيلير او لا. من غير الاورجن فيلير، من غير ان العيان يكون عنده suspected source for infection، يبقى انا كده ما عنديش سبسس، حينئذ انا مش هستخدم امبيريك انتيبيوتيك. طب نرجع نطبق ده على البيشنت كيس بتاعتنا. هل البيشنت عنده سبسس او عنده اي كي اي او كده؟ تعالوا كده نرجع للبيشنت كيس. ادي البيشنت كيس بتاعي، العيان عنده 37 درجه حرارته 37 و7، حتى ما كانش 38 عشان اقول ان دي واحده من السيرش كرايتيريا. هو عنده تاكي كارديا لكن ما عندوش هايبوكسيا. العيان بتاعي التي ال سي بتاعته 8، ما هيش اكتر من 12 او اقل من 4. ادي كده ما عندوش، ما يكملش بقيه السيرش كرايتيريا. وفي نفس الوقت العيان ما عندوش، هو اصلا عنده اي كي اي 1.4 بقت 1.5، ده مش اكيوت رايز، ده عادي، ده كده يعتبر كرونيك. تمام. هو بسبب السي كي دي اللي عنده، ما عندوش التريشن في المنتل ستيتس، ما عندوش كاجيلوباثي، ما عندوش اي حاجه تانية، ما عندوش لونج ديزيز، ما عندوش اكيوت ليفر فيلير، ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي، وبالتالي العيان غالبا ما عندوش، يعني most probably ما عندوش سبسس، وبالتالي انا هيكون الريكومنديشن بتاعتي ان انا هوقف الانتي مايكروبيال. تمام. زائد طبعا انه استخدام الانتي بايوتكس بتزود الريسك فور ريزيستنت انتي بايوتيك يوز از ميجر ريسك فاكتور فور كوليستريديوم ديفيسيت في السيرجيكال بيشنتس، وميجر ريسك فاكتور فور ريزيستنس في السيرجيكال بيشنتس وفي اي بيشنت. فبالتالي الريكومنديشن بتاعتي ان انا هوقف السيفترايكزون بيزد على الامريكان، ولازم اكتب كده الريكومنديشن بتاعتي دي سي سيفترايكزون بيزد على ايه؟ بيزد على الامريكان كولج اوف اورثوبيديك سيرجنز recommendation only. Pre-operative use of antibiotic is indicated empirically for unstable patient or those with identified pathogen. الناس اللي هم already الباثوجين بتاعهم انا عارفاه، لو انا كنت ساحب له كلتشر من قبل كده. تمام. هم دول اللي انا هبتدي لهم الانتيبيوتيك، اذروايز مش هبتدي الانتيبيوتيك، وبالتالي دي سي سترايكزون. بالنسبه لي الكيتولاك انا هوقفه. ليه؟ لان البيشنت ممكن يكون عنده بين وانا عايزه اعمل مانجنج للبين، ولكن العين دايابيتك دايابيتك وسي كي دي وهايبرتنسيف، اوريدي ماشي على ايسبور از كرونيك ميديكيشن. استخدام النون ستيرويدز ممكن تزود الريسك فور نيفروباثي، وبالتالي تخليه ريسك فور اي كي اي، وبالتالي انا ممكن ابتدي معاه باراسيتامول فور بين كنترول، وهاسكليت لاوبيويدز لو العيان الكلينيكال ريسبونس بتاعه بقى كويس. طيب بالنسبه للسكراته، سكراته عاليه وماشي على انسولين سلايدنج سكيل، طبعا ده مش مظبوط خالص، لانه الان كنترولد هايبرجلايسيميا ممكن تورسن انفكشن، ولذلك لازم ان انا نظبط السكر. فهزود له على الاقل الجرعه اللي هو كان ماشي عليها في البيت، اللي هي الانسولين ماكس ستارد 40 يونت مورنينج و15 يونت ات ايفنينج، وهمونيتور كل 6 ساعات، وممكن اعمل اسكليشن او ممكن اعمل تغييرات في الانسولين دوز على حسب السكر بتاعه الصبح ولا بالليل اللي فيه مشكله. الليزينوبريل طبعا لازم يرجع تاني بيزد على البيشنت ميديكيشن هيستوري، هو دي الادويه بتاعته الكترونيك ولازم يكمل عليها. نيجي للكليكسان، هو ماشي على كليكسان اكيد عشان دي في تي بروفلاكسس. العين ده ميديكال بيشنت لانه لسه ما دخلش عمل عمليه، فانا بالتالي هحسب له على باد وسكور. طبعا الموضوع ده طبعا انا بس كتبته عشان انا برضو كلينيكال فارماسيست، فيعني دي حاجه شايفاها قدامي، وحاجه كده من الحاجات البيزك. فبالتالي اي عيان ميديكال بيشنت اي سي يو بيشنت او ميديكال بيشنت ما دخلش استعمل عمليه، ساعتها بحسب له بالباد سكور، اشوف اذا كان انديكيتد ولا لا ان يدخل في ان هو يبقى ريسكي فور دي في تي عشان اديله كليكسان. لو بصينا كده هنلاقي ان هو ما عندوش هيستوري فور ثرومبوتيك ديزيزز، ما عندوش امبيرد او ريديوست موبيليتي، في اخر 3 ايام العيان عادي بيمشي وبيتحرك.
بري اكزيستنج هايبركواجولابل ستيت، تروما او سيرجري في خلال شهر. هو كان عنده سيرجري في خلال شهرين، فبالتالي ده كده مش هياخد 2 بوينتس. سنه 49 سنه، ما عندوش هارت او ريسبيراتوري فيلير، ما عندوش ستروك او ام اي، هو بس في اكيوت انفكشوس ديزيزز، فده ياخد 1 بوينت. والعيان مش اوبيزيتي اكتر من 30. لو جينا حسبنا له هنلاقي انه البادي ماس اندكس بتاعه ما جابش ال 30، وبالتالي مش هياخد 1 بوينت، ولا هو على هرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبالتالي من 0 ل 3 بوينتس لو ريسك، فبالتالي مش محتاج ياخد اصلا كليكسين. طيب ايه وات اباوت الريكومنديشنز بقى اللي احنا هنعملها يوم العمليه؟ يبقى احنا كده ظبطنا الادويه بتاعته لحد يوم العمليه. بعد ما عدى 5 ايام جاي وقت العمليه. طيب هنعمل ايه بقى يوم العمليه؟ المفروض يوم العمليه في حاجات انترا اوبريتيف دايجنوسيس لازم يعني هنتاكد احنا عندنا ساينس تراكت، ولكن احنا محتاجين نسحب كلتشرز. الكلتشر لازم تكون اتليست 3، اوبتيملي من 5 ل 6 كلتشرز هتتسحب انترا اوبريتيف من التشو او من البروثيسز نفسها، تمام، علشان خاطر نزرعهم ونشوف الاورجانيزم بتاعي. اوكي. طبعا when possible ممكن المفروض اعمل withholding للانتي مايكروبيال at least 2 weeks prior to collecting الانترا operative specimen. المفروض كنا نوقف الانتي بايوتيك علشان نساعد على انه تدينا الكالتشرز تدينا جروث، وده بناء على الدايجنوز مانجمنت فور بروستاتيك جوينت انفكشن كلينيكال جايد لاينز فور انفكشوس ديزيزز سوسايتي 2013. اجين برضو نفس الريكومنديشن بتاعت الامريكان كولج فور اورثوبيديك سيرجرز، برضو نفس الكلام، بيريكومند ان انا اعمل وذ هولدنج للانتي بايوتكس، تمام زي ما قلنا قبل كده. طيب بالنسبه بقى للانتي بايوتك، هنستخدم الانتي بايوتك في البروفلاكسس اللي قبل العمليه. خدوا بالكم في فرق ما بين ادي دلوقتي انا عندي انفكشن، عيان هيدخل يعمل عمليه، قعد فتره حوالي 5 ايام قبل العمليه، ده اسمها هوسبيتال ستاي. في مفروض في ساعات بندي مضادات حيويه قبل العمليه نفسها، اللي هي الساعه اللي قبل العمليه او الساعتين اللي قبل العمليه، علشان اعمل بروفلاكسس وقت العمليه. بعد كده ممكن ادي في بعض الانديكيشنز ممكن احتاج اكمل على الانتيبيوتيك بوست اوبريتيف. طيب انا دلوقتي المفروض كالبيشنت ده اكوردنج للبيشنت والانديكيشنز والديزيز اللي عنده او الانفكشن عنده، المفروض ان انا ما اديش انتي بايوتيك قبل العمليه، اللي هي الخمس ايام اللي قبل العمليه. طب قبل العمليه او يوم العمليه الصبح، او الانتي بايوتيك اللي قبل العمليه، هل هديه ولا مش هديه؟ بصوا كده، عشان الكلام ده ممكن ناس كتيره تعترض معايا، وعشان كده انا عملت لكم سكرين شوت. بيقول لك strong evidence support that البيري اوبراتيف prophylactic antibiotic اللي هي المضاد الحيوي اللي قبل العمليه، مش اللي هم الاسبوعين اللي قبل العمليه، اللي هو قبل العمليه اللي هو الساعه اللي قبل العمليه، اللي هي to be given prior to revision surgery، اللي انا بديها قبل ما ادخل اعمل التغيير، اللي هي تغيير المفصل in patients at low preoperative suspicion or preoperative infection، اللي عندهم low preoperative suspicious، تمام، and those with an established diagnosis for preoperative periprosthetic joint infection of known pathogen who are undergoing re-operation. خلاص. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا مين اللي انا هستخدم لهم انتي بايوتكس، مين اللي انا هستخدم لهم انتي بايوتك كبروفيلاكتيك انتي بايوتك؟ اتنين نوعين من العيانين. اول نوع العيانين اللي هم انا مش لسه مش متاكد من موضوع الانفكشن بتاع البروثيسس، عندي لو بري اوبراتيف سسبشس، لسه مش متاكد، اوكي، دول هستخدم لهم سيرجيكال بروفلاكسس. او الناس اللي انا دايجنوزد ان انا عندهم بري اوبراتيف جوينت انفكشن وانا عارف الباثوجين نفسه. خلاص، هم دول الناس اللي انا هستخدم لهم انتي بايوتكس. طيب فاول حاله اللي هم اللو بري اوبراتيف سسبشس، دول هياخدوا السيرجيكال بروفلاكسز العادي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، اللي هو ستيفازولين. طيب الناس اللي انا عارف نوع الباثوجين، فدول انا هعالجهم هعمل لهم بروفلاكسس، بس بايه؟ بالنون باثوجين، بالايه؟ الميكروب اللي انا اوريدي عارفه، فهديهم الانتيبيوتيك السنسيتيف اللي طالع لي في الكالتشر. طيب بالنسبه للحاله بتاعتنا دي، الحاله بتاعتنا دي لا انا عارف نوع الباثوجين، اوكي، ولا كمان انا عارف ولا انا لو سسبشن، انا تقريبا شبه متاكد according لل NHSN criteria، تمام،
بالكلينيكال دايجنوزس. خلاص. وكمان انا مش عارف نوع الباثوجين، فبالتالي انا ما دام انا مش في الحالتين دول، فبالتالي انا مش هدي انتي بايوتيك بري اوبريت. يبقى انا في العادي بدي سيرجيكال بروفلاكسس، الا في الحاله زي الحاله بتاعت البيشنت عندي انا مش هدي سيرجيكال بروفلاكسس. ليه؟ لان انا المفروض ان انا عندي لو سسبشن، تمام، وزائد كمان ان انا ما عنديش established diagnosis للانفكشن اللي عندي. فالريكومنديشن بتاعتي قبل العمليه على طول ان انا اتليست هاخد 3 بري بروثيتك انترا اوبراتيف تيشو، ممكن اوصل ل5 او 6، ومش محتاج administer surgical prophylaxis. طيب الاوبراتيف ديتيلز، الدكاتره دخلوا شالوا الانفكتد جوينت، والانفكتد جوينت ده كان ديب انفكشن، وحطوا بدلها سبيسر ريبليسمنت، حطوا سبيسر واخدوا كلتشر اند سنسيتيفيتي. طيب الكلتشر اند سنسيتيفيتي اللي طلعت كانت ايه؟ الكالتشر اند سنسيتيفيتي بعد 5 ايام من البوست اوبراتيف، البين طبعا اتحسن بعد العمليه، والكالتشر كانت زي ما حضراتكم شايفين فيها نون هيموليتيك ستريبتوكوكاي، نون هيموليتيك ستريبتوكوكاي، ودي السنسيتيفيتي بتاعتها طالعه سنسيتيف للهاي دوز جنتامايسين، وسنسيتيف للفانكو والتارجوسيد، وانترميديت وانا اسفه وريزيستنت للاريثرومايسين، زيثروماكس، واللي هي الازيثرومايسين، بنسلين، امبيسلين، والاموكسيلين، والستريم، وريزيستنت كمان لكل الكيفالوسبورين من اول الفيرست لحد الفورس. طيب احنا في العادي المفروض ان احنا لما نبص على كلتشر زي دي، المفروض ان انا الستريبتوكوكاي دي من الحاجات اللي المفروض تطلع سنسيتيف للسيفترايكزون، او تبقى سنسيتيف للكيفالوسبورينز، تمام. فكون انها تبقى ريزيستنت للكيفالوسبورينز دي حاجه غريبه جدا. ولو بصينا على الكلمه اللي بعد الستريبت هتلاقي مكتوب نون هيموليتكس. طيب تعالوا نبص كده على الميكروبيولوجي ونرجع كده باك للبيزكس. هو الستريبتوكوكاي ايه تقسيمتها؟ متقسمه لالفا وبيتا وجاما هيموليتكس. الالفا هيموليتكس اللي هم البارشل هيموليتكس اللي هم ستريبتوكوكال نمونيا وفيردنس. البيتا هيموليتكس اللي هم بيعملوا فول هيموليسيس اللي هم البايوجينس والاجلاكتي. والجاما هيموليتكس او النون هيموليتكس هم الانتيروكوكاي. يبقى لما اجي اقول لك نون هيموليتك ستريبتوكوكاي، انا قصدي ان هي مش ستريبت خالص، انا قصدي ان انا انتيروكوكاي. طب ليه مهم ان انا اعرف المعلومه دي؟ علشان اعرف اعمل تريتمنت مظبوطه. هو انا لما يكون عندي نون هيموليتك ستريبتوكوكاي انا ببقى مش عارف اعمل ايه. انا لو اكوردنج هدي فانكو او تربوسيد، لكن انا لو فهمت ان دي انتيروكوكاي وكمان ريزيستنت للبنسلين والامبسلين. اوكي، يبقى ساعتها الكالتشر هنا هتبقى معايا بنسلين او امبسلين ريزيستنت انتيروكوكاي. طيب تعالوا نبص بقى على الجايد لاينز بتقول ايه ومفروض اعمل تريتمنت ازاي. According للجايد لاينز for the treatment of PGI من enterococcus penicillin resistant، مفروض ان انا اعالج يا اما بفانكومايسين فيرست لاين، والترنتيف ليها اللاينوزوليد او الدابتومايسين، وبعالج من 4 ل 6 اسابيع وبضيف معاه امينو جلايكوسايد as an option. ده according لآخر جايد لاينز اللي هي Diagnosis Management for Prosthetic Joint Infection Clinical Practice Guidelines for EDSA 2013. طيب في مشكلة هنا هتقابلنا. المشكلة بتقول إنه الفانكومايسين اللي هو دراج بتشويس أو تايكوبلانين، الاثنين دول كانوا ساعتها مش افيلبل في مصر، في شورتج شديد جدا، يكادوا يكونوا مش موجودين اصلا في مصر خالص، وكده بيتعذر ان احنا نستخدمهم. طيب الدابتومايسين برضو مش افيلبل في مصر. اللاينوزوليد مش هينفع استخدمه. ليه؟ علشان العيان بياخد اسيتالوبرام او بياخد سيبرالكس، والاسيتالوبرام سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، ولو جينا عملنا الانتر اكشن هنلاقي ان الانتر اكشن اكس avoiding combination. ونتيجة ايه؟ نتيجة انه البيشنت لو اخذ الاثنين دول مع بعض ممكن يزيد السيروتونرجيك افكت بتاع اللاينوزوليد، وبالتالي
العين يدخل في السيروتونين توكسيستي، هايبربايركسيا، سيجرز، ممكن يدخل في سيفير في حالة شديدة من الفيتس، ويضطر ان احنا نحجزه، ممكن يؤدي للدث في الاخر. وبالتالي انه الاثنين ما ينفعش يتاخدوا مع بعض، كونترا انديكيتد، وساعتها لازم الاقي الترناتيف. المفروض ما اديش لاينوزوليد، ولو هدي ساعتها لازم اعمل كلوز مونيتورنج للسيروتونين سيندروم، سيروتونين توكسيستي، وكمان هضطر ان انا اوقف الايجنت اللي انا بستخدمه خلاص لمده اسبوعين. خلاص هقعد اعمل مونيتورنج للسيمتوم، يعني حتى هبقى موقفه الاس اس ار ايز، ومع ذلك هبتدي اللاينوزوليد، وبرضه هعمل مونيتورنج للسيمتومز لمده اسبوعين، وممكن ارجع تاني الاس اس ار ايز بعد 24 ساعه من اخر جرعه من اللاينوزوليد. وطبعا زي ما انتم شايفين كده ان احنا لو عملنا الموضوع ده في كل الاحوال هيبقى فيه مشكله كبيره. طبعا احنا غصب عننا لو ما عندناش اي اوبشنز ثانيه هنضطر نستخدم اللاينوزوليد، بس كان يعني واجب عليا ان انا لازم اعمل further search، يمكن يكون في alternative انا مش واخده بالي منه، ممكن يخليني ابقى بعالج البروتاتيك جوينت انفكشن في نفس الوقت ما اوقفش الميديكيشنز وما يبقاش في دراج انتراكشن. بس كان لازم وانا بدور على الالترناتيف لو لقيته ان انا اعمل كلوز مونيتورنج للكلينيكال ريسبونس، واي ادفيرس ايفكت من الانتيبيوتكس لو ظهرت بضطر ان انا اوقف الالترناتيف اللي انا استخدمته ده وارجع استخدم اللاينوزوليد واعمل كلوز مونيتورنج للبيشنت. ايه بقى موضوع ال او ايه هي الالترناتيف اللي انا لقيته؟ لو احنا جينا قرينا كده مع بعض في الهاي ليفل اوف بنسلين ريزيستنس في الانتيروكوكس، ممكن طبعا الدراج اوف تشويس بيبقى فانكو او تايكوبلانين لو افيلبل، ودابتومايسين، وبلس اور ماينس الامينو جلايكوسايدز. وفي حالات ان انا عندي ريزيستنت امينو جلايكوسايدز ممكن استخدم هاي دوز من الدابتومايسين، او في الاخر خالص بستخدم اللاينوزولايد. طيب ممكن في الحالات دي لو الريزيستنس دي موجوده، لو انا لقيت ان في ريزيستنت للبنسلين او الامبيسيلين، ولكن في ما فيش ريزيستنت للامبيسيلين سالباكتم، تمام، فانا ممكن ان انا بدل ما ابتدي بالبانكو ممكن ادي امبيسيلين سالباكتم هاي دوز، واحطه مع او اعمل له كومباينيشن مع الامينو جلايكوسايدز، بالذات لو كان في susceptibility للامينو جلايكوسايدز. ساعتها ممكن الكومباينيشن ده يكون بنفيشل للعيان بتاع الانتيروكوكس والدنيا تتحسن. اوكي، طب لو احنا رجعنا تاني للكالتشر هنلاقي ان الكالتشر بتاعتنا طالعه سنسيتيف للجنتامايسين، وده اللي خلينا ومش ريزيستنت للامبيسيلين سالباكتين، وده اللي خلاني ان انا اتجرأ ان انا ممكن ادي الكومباينيشنز دي ونجرب ونشوف الكلينيك ريسبونس بتاع البيشنت. لو ما تحسنش هنضطر بقى ناخد الاوبشن بتاع اللاينوزولايد، وهوقف الاسيتالوبرام وهعمل كلوز مونيتورنج، وهتبقى قصه كبيره يعني. طيب لو خلاص احنا خلاص هنريكومند الايجنت اللي هو الامبيسيلين سالباكتوم والجنتامايسين، طبعا احنا هنا مش عارفين ندي مونوثيرابي لان هنا ستيل البيشنت محتاجين كومباينيشن. اوكي، الدوزنج بقى ريجيمنت، دوز وراوت وفريكونسي لازم احددهم، واحدد الديوريشن. طبعا الديوريشن من 4 ل 6 اسابيع زي ما كانت في الجايد لاينز. هنبص بقى على الدوز. طيب الايجنت امبيسيلين سالباكتوم زي الجنتامايسين، المشكله ان البيشنت ده سي كي دي بيشنت، وبالتالي لازم اعمل كالكوليشن للدوز بيزد على سيروم كرياتينين، واحسب بالكوكروفت لان العيان ده ستيبل كيدني فانكشن. فبالتالي هبقى محتاجه ان انا احسب استيميت الكيدني فانكشن عن طريق الكوكروفت اند جالت ايكويشن. تمام، الكوكروفت اند جالت ايكويشن محتاجه ويت للبيشنت. الكوكروفت اند جالت ايكويشن زي ما حضراتكم شايفين، الاوبيس بيشنت ما ينفعش ان انا احسب بالاكتشوال، اوكي، لان ده هي اوفر استيميت الكرياتين كليرنس. الايديال اكيوريت لكن ممكن ياندر استيميت، فاحسن حاجه في الاوبيس بيشنت ان انا احسب على الادجست. فبالتالي عشان اعرف هو اوبيس بيشنت ولا لا، بشوف الاكتشوال وبحسب الايديال وبقسم الاكتشوال على الايديال، طلع 1.27. 1.27 ده معناه ان هو اعلى من 25% من البيزل لاين، من الاكتشوال اعلى من الايديال، وبالتالي هيبقى ساعتها هضطر ان انا احسب الادجستد هيطلع 68 كيلو. تمام، فلما عملنا استيميشن للكيدني فانكشن طلع ان بالكوكروفت جالت ايكويشن طلع ان الكرياتين كليرنس 61 ونص.
طيب كده احنا حسبنا الكرياتين كليرنس. نبص بقى، عايزين نحسب الفريكونسي، عايزين نشوف المفروض الجنتامايسين يتاخد ازاي. الجنتامايسين بيتاخد بتو دوزج فورم، يا اما انترميتنت يا اما وانس ديلي دوزنج. في بعض الانديكيشنز بحتاج استخدم انترميتنت، وبعض الانديكيشنز بحتاج استخدم وانس ديلي دوزنج. طيب ده according للإيفيدنس إن الانفيزيف انتيروكوكال انفكشن زي الاندوكاردايتس، اوكي، وبقيه الانفيزيف بكتيريا زي البلاد ستريم انفكشن وزي السكين اند سوفت تيشو انفكشن، بس اللي هي سيفير وصل الماسلز او الفات او البون زي المننجايتس، كل دي اسمهم انفيزيف بكتيريال انفكشن. الانفيزيف بكتيريال انفكشن هيكون احسن ان انا ادي intermittent dosing rather than ان انا ادي once daily dosing. تمام. فبالتالي بالذات لو هدي جنتامايسين از سينرجستيك او از سينرجي في حالات الجرام بوزيتيف، وده بيكون الكلينيكال اوتكم بتاعته يعني preferred لانه الداتا عليه enough، لكن في insufficient data في قصه ان انا ادي extended dosing او once daily dosing في حالات الانفيزيف enterococcal infection. اوكي. فبالتالي الدوز بتاعت الجنتامايسين هتبقى كده، الفريكونسي هتبقى كل 8 ساعات. اوكي. ولما اجي احسب الجنتامايسين طبعا بيتحسب بالكي جي. هيجي بقى يجي لنا سؤال، هنحسبه على اي ويت؟ هل هحسبه على ويت الايديال ولا هحسبه على الويت التوتال؟ المفروض انه الامينو جلوكوزايد بيتحسب على الايديال بادي ويت. اوكي. لكن في الاوبيس بيشنت، تمام، اللي هو ان التوتال يبقى اكتر من الايديال ب 25%، ساعتها لازم احسب على الادجستد. اوكي. فانا كده هبقى محتاجه احسب الادجستد بادي ويت زي ما انا كنت حاسبها قبل كده، ودي هضربها في 3 مللي جرام علشان والدوز اللي هتطلع هقسمها على 3 ديفايدد دوزز علشان اوصل للدوز بتاعتي. طبعا انا الكرياتين بتاعي اكتر من 60، فبالتالي مش هعمل دوز ادجستمنت في الكيدني امبيرمنت او في الرينال امبيرمنت، مش هعمل دوز ادجستمنت. اوكي. الدوزنج ريجمنت هيبقى ايه؟ هيبقى 1.7، لانه الامبوله المفروض انها المفروض ان العيان هياخد 1 مللي جرام بير كي جي كل 8 ساعات، وبالتالي 1 مللي جرام هو المفروض على الادجستد 68 كيلو. ف 68 يبقى المفروض 1 مللي جرام يعني ياخد 68 مللي جرام. هي الامبوله بتاعت الجنتامايسين بتبقى عباره عن ال 80 مللي جرام. الامبوله بتبقى، خليني اعملها معاكم، بتبقى ال 80، تمام، ال 80 مللي جرام موجودين في 2 مللي. خلاص. يبقى لو انا عايز ادي 68 مللي جرام، هدي قد ايه؟ هدي كام مللي من الجنتامايسين؟ هلاقي ان انا هدي 1.7 مللي. 1.7 مللي ده هعمله دايليوشن على 100 مللي نورمال سلاين، ودي على مدار 60 دقيقه. هو انا المفروض اصلا الانفيوجن بتاع الجنتامايسين بيكون مينيمم على من 30 minutes ماكسيمم لحد ساعتين، فانا هديه هنا على 60 دقيقه ودايليوتد على 100 سنتي. ليه؟ لان انا المفروض ان انا ما اعديش اكتر من 1 مللي جرام بير ملي. تمام. ده ماكسيمم كونسنتريشن. فانا هخلي ال 1.7 على 100 مللي علشان يعني ايه تبقى الكونسنتريشن اكسبتد. تمام. ويبقى انا كده ظبطت الدوزنج ريجيمن، ظبطت الدوز وعملت له دايليوشن واديتها الانفيوجن على 60 دقيقه وظبطتها على 8 ساعات، وعرفنا الموضوع ده الايفيدنس بتاعه ايه. نيجي للناحيه الثانيه، الامبسين سالباكتين. الامبسين سالباكتين المفروض بيتاخد 3 جرام كل 6 ساعات كومباينيشن بجنتا في 6 ويكس. طبعا ده في حالات الانتيروكوكس بتاعت اللي هي الاندوكاردايتس، واحنا لسه شايفين انه هنتعامل نفس معاملة نفس معاملة البون والبروستاتيك جوينت انفكشن، هي نفس معاملة الانتيروكوكس، لأن الاثنين انفيزيف انتيروكوكال انفكشن. ده بديه على اي في انفيوجن على مدار 15 دقيقة. تمام. وفي حالات الاوتريشن في المنتل في الكيدني فانكشنز ببتدي اعمل دوز ادجستمنت بعد 30 مللي بير مينيت. فالدوزنج ريجمن هنا يبقى 1.7. الدوزنج ريجيمن طبعا بتاع الجنتم بتاع الامبيسيلين سالباكتين، طبعا هي دي معلش مش مظبوطه. هي الدوزنج ريجيمن هيبقى 3 جرام كل 6 ساعات انفيوزد على من 15 ل 30 دقيقه، ده اكوردنج للمونوجراف بتاع الامبيسيلين سالباكتين. طيب ايه هي الريكومنديشن بالديوريشن؟ من 4 ل 6 اسابيع المفروض ادي اي في او ادي هايلي
oral bioavailable medication. طبعا بالنسبة لي هنا هدي combination عشان ده enterococcus. تمام، وهاعمل monitoring بقى للout patient intravenous antimicrobial. لو هتعمله out patient لازم أعمل monitoring. طب المونيتورنج بيكون إزاي؟ المونيتورنج زي ما أنتم شايفين بيكون أولًا بامونيتور الclinical response. المونيتورنج بتاع الclinical response المفروض يكون initially every 2 weeks. خلاص، initially المفروض يبقى every 2 weeks بامونيتور الpain والإديمة والإريثيما عشان أشوف في clinical response والّا لأ. الCRP بقى مش كل يوم هاعمل له monitoring، مرة زاد مرة قل، لأ، أنا باعمله بس بعد أسبوعين من الtreatment. باعمله مرة at baseline وبعد كده بعد أسبوعين من الstart of therapy وأقارنهم ببعض وأشوف في response والّا لأ. ده بالنسبة للmonitoring بتاع الclinical response علشان أشوف العيان بيتحسن على ampicillin sulbactam والجنتا والّا هاضطر إن أنا أshift على الlinezolid. بالنسبة للmonitoring للadverse effect اللي ممكن يتسبب بيها ampicillin sulbactam أو الgentamicin، لازم أعمل CBC with differential once weekly ليهم هُم الاتنين، يعني كل أسبوع أعمل CBC. بالنسبة للبوتاسيوم والكريات واليوريا باعملها once weekly للampicillin sulbactam وباعملها مرتين في الأسبوع في حالات الgentamicin. أوكي، وبالنسبة للliver functions باعملها once weekly للampicillin sulbactam ومش محتاجها خالص في حالات الgentamicin. يبقى طول ال4 ل6 أسابيع لازم أعمل monitoring علشان أتطمن إنه الantibiotics ما عملتليش مشكلة. أوكي. كده إحنا خلّصنا الcase الأولانية. I hope إنها تكون بإذن الله مفيدة لحضراتكم. دي الطريقة اللي أنا حابة إن حضراتكم تفكّروا بيها علشان تبقوا managing الinfectious disease case بطريقة تكون professional والعيان يتحسّن. موضوع مش إن أنت بيقابلك culture وبتعمل لها interpretation وخلاص. أنت المفروض تمسك كل item وتشوف العيان وحالته قبل ما يتسحب الculture أو بعد ما يتسحب الculture. الantibiotic اللي ماشي عليه ده indicated prophylactic والّا definitive والّا targeted. طب وإيه الprevious cultures أخبارها إيه عشان الrisk for resistance. طب وبعد كده لو أنا هاrecommend antibiotic ده الappropriate choice according للpatient risk factors. لازم أعمل medication reconciliation أو أشوف الأدوية اللي كان ماشي عليها الprevious antibiotics اللي كان ماشي عليها إزاي، وأضبّط الdosing regimen بإن أنا أضبّط الdose والroute والfrequency وفي الآخر باضبّط الduration. لازم ensure إن أنا provide الminimized duration وده هيكون أفضل من إن أنا أmaximize الduration علشان أقلل الresistance. وفي الآخر دمتم في رعاية الله وأشوفكم في cases جديدة. good luck بإذن الله يعني موفقين إن شاء الله. الrole بتاع الclinical pharmacist أو infectious disease pharmacist أو infectious disease physician الrole بتاعهم role قوي جدًا وهو ده فعلًا اللي ممكن يخلّي العيانين يقل الinfections عندهم. فإن شاء الله بإذن الله أشوفكم كلّكم infectious disease specialist professional إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.